بعد معاناة مع المرض لمدة 5 سنوات تنطفئ آخر شعلة حياة متبقية عند هيراكو وتنتقل روحه إلى مكان مجهول. فوقتها الواد بيقابل عجوز كده متلون بالأصفر بيكلمه وبيقول له إن هو كان السبب في مرضه وكمان المتسبب الرئيسي في وفاته، وعلشان كده هو حابب يعتذر له وينقله لعالم تاني، كمان هيحقق له أي أمنية هو عاوزها كتعبيرا يعني عن اعتذاره. هيراكو بقى كان عنده أمنية واحدة طول حياته، وهو إنه يعيش مزارع بعيد عن الدوشة ويكون أسرته الخاصة بيه، وعلشان كده العجوز بيقرر منح هيراكو أداة الزراعة الأسطورية واللي هتساعده في كل حاجة هو عاوزها. بعدها الواد بيفتح عينه بيلاقي نفسه موجود في غابة على الأرض، على طول بيفرح بقى إن أخيرا بقى عنده جسم صحي، والواد مش مصدق نفسه. بيطلع كده أداة الزراعة الأسطورية اللي العجوز عطاها له علشان يشوف هي بتعمل إيه. الواد بقى بينبهر منها لأنها بتتحول لأي شكل في دماغه، وكمان طول ما هو ماسكها ما بيتعبش. ده إيه الحلاوة ديت؟ على طول بقى بيدور على مكان يستقر فيه جوه الغابة، وبترسى عند الشجرة العملاقة دي. أيوة، مكان واسع وعلامة مميزة هتعرفه راسه من رجليه. بيوصل بقى عند الشجرة فعلا وهو في قمة الانشكاح، وبما اننا عرفنا مكان الإقامة فلازم دلوقتي بقى ندور على طريقة نجيب بيها مية. بيركز حواسه علشان يعرف مصدر المية، ولكن كل الأصوات من حواليه أشجار، النهر بعيد جدا، وعلشان كده بيقرر يستخدم أداة الحفر ويجيب مية. وبما انه بقى ما بيتعبش طول ما هو ماسك الأداة دي فبيفضل يحفر من غير كلل وملل لحد لما أخيرا بيلاقي المية. الواد مش مصدق عينه وفرحان علشان أخيرا هيشرب، وبما انه خلاص أمن المية فهيراكو بيقرر ينظف باقي المكان علشان يوسع باقي المنطقة ويعرف يعيش فيها. بيخلص فعلا تنظيف، ولكن بيلاقي شجرة كده في النص مضايقاه، وعن طريق الخبرة بتاعته من العالم اللي فات بيقول انا لازم اديلها شوية يمين وشوية شمال وبعدها وقعها. بيحول فعلا أداة الزراعة بتاعته علشان يكسر الشجرة، ولسه هينفذ وبوم كسر الشجرة بضربة واحدة. مش بس كده، لا، ده الأداة ديت بتخليه يقطع الخشب كأنه جبنة. بيقشره كده وبيقطعها صديقي. بيجمع الألواح بقى وبيجهزها علشان يعمل لنفسه بيت، بس اليوم بيكون خلص والشمس قربت تغيب. الواد حرفيا اترعب، انا لسه ما ولعتش النار، مش عارف ابات فين، ولبخه الى ما لا نهايه. علشان كده الواد بيحفر في الشجره دي كمكان يبات فيه، وبيفضل يحفر كمان في الخشب يعمل بيه كوبايات وشويه حاجات كده لحد لما النهار بيطلع. على طول بقى الصبح اول حاجه بيعملها بيولع نار علشان ما ينساش يعني زي امبارح. بيستمر بعدها في تنظيف المكان وقطع الاشجار لحد لما بيجوع مش عارف هياكل ايه، وفجاه ارنب وحشي بيهجم عليه، وهوب جيت في وقتك يا عم. بيقتله بالاداه بتاعته، بعدها بيطبخه وبياكله. امنا الاكل دلوقتي يبقى فاضل الحمام. بيظبطه فعلا وبيعمل عليه حواجز علشان تدار اللي جوه. ايوه، ما هو ما ينفعش يبقى سداح مداح كده يا صديقي. بعدها بقى هيراكو بيفحر في الارض وهو بيفكر في الخضار اللي هيزرعه، يا ترى بطاطس ولا بصل ولا ايه يعني. بيعمل اول حقل ليه في الثاني في الثالث وهو بيفكر في اللي هيعمله، ولكن اخر الليل بيكتشف ان هو معهوش بذور اصلا ولازم يجيبها علشان يزرعها. ما علينا، ننام النهارده وبكره ندور عليها. ولكن الصبح بوم الواد اتصدم، الحقول اللي هو كان زرعها امبارح كانت منبته. الله، ده ازاي ده؟ هو اداه الزراعه ديت هي كمان بالنيه ولا ايه؟ ما علينا، المهم دلوقتي لازم نحفر في مكان تاني علشان نحاوط البذور ديت ونحميها من الارانب. بيفحر خندق فعلا وبيحاوط بيه المزرعه بتاعته، بيقتله كام ارنب كده وبياكله، وحاجه اخر حلاوه. بعدها بيستخدم الاداه بتاعته ديت يسقي بيها الزرع ويروق عليها. بس يا ترى البذور ديت هتطلع ايه؟ لو طلعت حشائش انا هموت نفسي. بتعدي الايام بسرعه، هيراكو بيعمل لنفسه بيت والوضع بقى اخر حلاوه، لحد لما في يوم الواد بيسمع صوت بره، بيطلع علشان يشوفه، بيلاقي كلبين متبهدلين على الاخر وخلاص شكلهم هيموتوا. الواد على طول بينزل الخشبه دي وبيدخلهم جوه علشان يعتني بجراحهم. بيجيب لهم حته لحمه كده من خنزير هو مصطاده علشان برضه ياكلوها، بس بيلاحظ ان في كلب تاني بطنه منفوخه وشكلها انثى وحامل. بعد الاكل بقى بطنها بتوجعها جامد وخلاص البيبي هينزل يا صديقي. الواد معرفش بقى يعمل ايه واخدهم على البيت بتاعه علشان يرتاحوا. بيولع لهم كمان نار قدامه علشان تدفيهم، وبعدها بيرجع على الشجره ينام فيها. هو المنحوس منحوس كده يا صديقي، شكله مش مكتوب عليه يبات في بيت. ما علينا، المهم تاني يوم بيروح يبص على الكلاب وبيلاقيها ولدت، خلفت 4. الاب فرحان وايه الحلاوه ديت، بيجيب لهم حته لحمه كمان احتفالا بان الام قامت بالسلامه والدنيا بقت حلاوه. الايام بتعدي بسرعه بقى والكلاب الصغيره بتكبر والدنيا ماشيه. هيراكو هو كمان بيعمل لنفسه بيت تاني والبذور بتطلع والوقت في قمه السعاده. بيحاول الاداه بتاعته بقى المقص علشان يجمع الطماطم، وبعدها بيفهم كل حاجه. فهو لما كان بيزرع كان بيتخيل الثمار ديت في دماغه، وعلشان كده الاداه اللي في ايده ساعدته وطلعتها له. مش بس كده، لا، ده اي حاجه بتتزرع من الاداه دي بتطلع اسرع من اي زرعه تانية. مش اسمها اداه الزراعه الاسطوريه من فراغ يعني. اخيرا بقى بينتهي اول شهر لإهراكو في الغابه، والارهاق كان باين عليه، ولكن بالرغم من كده كان في قمه السعاده. بعدها الحياه بتاعت هيراكو بتستمر في ثبات، وبيتعلم حاجات كتيره جدا، زي انك لو عاوز البطاطس ما تخضرش فلازم تدفنها في التربه لفتره اطول، واعمار الاشجار بتاعته وفترات نموها كمان والحاجات دي. بيطلع بعدها بره المكان بتاعه
هيراكو يزرع شويه اشجار فاكهه علشان التحليه، والدنيا بتروق على الهادي. بيلعب مع الكلاب اللي عددهم بتكبر كل شويه والدنيا تمام. بس دلوقتي الشتاء داخل عليه ومش عارف هيقضيه ازاي. بيفكر يعمل من جلد الارانب جاكيت يلبسه، ولكن ريحته كانت مقرفه جدا. يا ترى بقى هيتدفى ازاي؟ وفي الوقت ده بقى بيظهر زابوتون، عنكبوت اسطوري بيعرف يعمل الانسجه وخاصه القماش. الكلاب هي اللي جابته طبعا، وهيراكو في قمه السعاده. ده الحلاوه ديت يا عم العنكبوت انت. العنكبوت بيعمل له بقى شويه هدوم وجواكت وملايه، والواد خلاص مزقطط. الشتاء بقى بيوصل اخيرا، وهيراكو كان قاعد جوه متدفي. بس طبعا كلنا عارفين ليالي الشتاء الكئيبه، الجو ده كان ناقصه حد معاه. ايوه هيراكو نفسه في واحد يتكلم معاه، يشاركه انجازاته، يحكي له عن يومه، بيدعي ربنا يرزقه بشخص يعيش معاه بسعاده. وبالفعل بعد مرور شويه ايام كده، الكلاب بتلاقي بنت في الغابه شكلها صغير، والكلاب مبهدلينها وعماله تعيط. هيراكو على طول بيروح علشان يساعدها، ولكن البنت بتهجم عليه، بتمص شويه من دمه وبتغير شكلها وبتكبر. هيراكو مش فاهم اي حاجه ومش عارف هي عملت كده ليه، وعلشان كده الكلاب بيقوموا معاها بالواجب تاني، بتنضرب وطاقتها بتخلص وبترجع صغيره من جديد. هيراكو بقى بيقرب منها كده وبيسالها اذا كانت عدوه ولا لا. البنت وقتها بتعتذر له وبتقول له انا اسفه والله، انا بس كنت معديه من هنا وحاولت اهزر مع الكلاب شويه، ولكن ضربوني يعني وانت شايف اللي حصل. وقتها البنت بتصعب على هيراكو جدا وبيخليها تمص شويه كمان من دمه علشان تخف يعني وتكبر. وبما ان هيراكو عنده جسم صحي ما بيتعبش، فالدم ده مستحيل ياثر عليه. وبالمناسبه البنت ديت مصاصه دماء واسمها ميرا. بعدها بقى هيراكو بياخد ميرا جوه المكان بتاعه، والبنت بتنبهر. ده ايه النباتات دي؟ انا اول مره اشوفها، مش مصدقه عينيها، وخصوصا ان هي عالمه نبات. الواد بقى بيقطع لها حته طماطم كده وبتدوقها، وبعدها الواد بيدوب في ابتسامتها. بيقضوا اليوم كله سوا، وميرا بتلف في كل الحديقه تكتشف في النباتات وتسجلها، واخيرا بيخلص اليوم. هيراكو بقى لما شافها قاعده كده افتكر انه دلوقتي مش لوحده، قعد يتكلم معاها. البنت حكت له على كل حاجه، وانها هربانه من المدينه علشان في جنود بيلحقوها، ولكنها بعدها بتشكره علشان اعتنى بيها امبارح. بتقول له انا مش هتقل عليك وهمشي بكره، فما تزعلش يعني علشان انا قاعده. ووقتها هيراكو بيزعل جدا من كلامها، وبيقول في باله انا مش عاوز اسيبها، انا عاوزها تفضل معايا. بيحط الكوب من ايده كده وبيقول لها انا عندي طلب ليكي، ممكن يكون رخم شويه بس انا عاوزك تعيشي معايا، مش عاوزك تسيبيني لوحدي. البنت وقتها قالت له بس في ناس بيلحقوني وممكن تتاذى بسببي. هيراكو قال لها انا ما عنديش مشكله، انا احميكي، بس انا جربت العيشه لوحدي هنا فتره كبيره، مش عاوز افضل وحيد هنا. بتقول له بس انا مصاص الدماء وانت بشري. قال لها ما عنديش مشكله، انا اعتني بيكي على طول واحبك للابد. ايه يا دي هيراكو الحلاوه دي. ميرا طبعا بتنبسط من كلامه ووشها بيحمر، وبتقول له اتفقنا هنتجوز خلاص من النهارده. واحلى بدايه دي ولا ايه؟ بيصحوا تاني يوم بقى، وهيراكو بيروح على مزرعته ويشتغل فيها بنشاط، وكان فرحان جدا طبعا، اكيد يعني انت عارف فرحان لا يا صديقي. ميرا بقى بتصبح عليه وبتديله التحيه، والبنت كانت قمر على الاخر. بعدها بقى هيراكو بيقول لها انت كده اول انسانه في القريه بتاعتنا، الفرد رقم 30. البنت بتفرح من كلامه جدا وبتقول له احلى 30. وبعدها بيكملوا شغل جوه المزرعه والدنيا تمام التمام. المهم تاني يوم كان الكل شغال في المزرعه عادي، ولكن فجاه جرس الانذار بيرن. هيراكو بيطلع جري لبره وبيشوف المشهد ده. ايوه بنت مربوطه من الكلاب زي ميرا قبل كده، والواد بيحررها. بيسالها هي مين وليه جايه هنا. البنت بتعرف بنفسها، اسمها تيا ومن عرق السماء، جايه بتدور على شخص معين. وفعلا المعين ده كان بيحاول يهرب، ولكن تيا بتشوفها ولسه راح تاخدها بالعافيه. الكلاب بيظبطوها تاني والبنت اكلت على دماغها. هيراكو طبعا بيهديها وبعدين بياخدها على بيته، بيقعدها قصاد ميرا علشان تحكي له على كل حاجه وهي ليه بتدور عليها. تيا بتقوله ان ميرا فجرت احدى قصور المملكه اثناء ما كانت بتعمل احدى التجارب، وعلشان كده الكل بيدور عليها. ميرا بتقطعها في نص الكلام وبتقول لها ده بسبب ان في نبيل كان كل شويه يضايقها علشان تعمل له دواء، وهي طبعا لما اتخنقت منه وجابت اخرها فجرت القصر بتاعه وجت هنا. تيا طبعا بتتصدم من الكلام، ولكن بتسالها على اللي جنبها ده وهي ليه هنا يعني. وقتها ميرا وشها بيحمر على الاخر وبتقول لها ده جوزي وانا خلاص يعني هعيش معاه. هنا هيراكو طبعا بيفرح من الكلمه دي جدا، والدنيا احلى من الحلاوه. بعدها ميرا بتداري الاحراج بتاعها وبعفويه بتقوم على تيا وبتقول لها ايه رايك تعيشي معانا هنا، المكان واسع وشاسع وفي كل حاجه هنحتاجها، بالاضافه الى ثمار مش موجوده. تيا ما بتفهمش الكلام قوي، وعلشان كده ميرا بتفرجها على المزرعه، بتفرجها على كل الزرع والنباتات الموجوده، وبتعرفها كمان بالمواطنين. الدنيا تمام التمام. هيراكو كمان بياكلها ملفوف وبيعلمها ازاي تقطعه، والبنت كانت في قمه السعاده. اخيرا بقى بيخليها تاكل الفراوله للتحليه، وتيا خلاص قررت الاقامه. بعدها بقى وتاني يوم البنت بتشوف احفاد الكلاب السحريه، وبتعرف قد ايه عيلتهم كبيره وهي طبعا لوحدها. كمان بتشوف العنكبوت واولاده واللي حرفيا ما بيخلصوش يا صديقي. وعلشان كده تيا بتقول لهيراكو انها تمشي تجيب له حد كده، وفعلا بتخرج من المزرعه وبترجع بعد كام يوم. كانت جايبه له دسته من الالف اللي شكلهم يرد الروح. على طول تيا بقى بتعرف بيهم، وبتقول لهيراكو انهم كانوا عايشين قبل كده في قريه في الشمال، ولكن بسبب الحروب
اللي حصلت ما بينهم وما بين الشياطين قريتهم اتدمرت واصبحوا مشردين بيلفوا في العالم لحد دلوقتي وما عندهمش مكان يقيموا فيه. البنت ديت هي كمان بتحكي لهيراكو عن مأساتهم وبتقول له من فضلك خلينا نعيش هنا. الواد طبعا بيسمع للكل وبيوافق على طلبهم والدنيا اخر حلاوه. بعدها كل البنات بتعرف بنفسها والدنيا بقت رايقه خالص، ولكن كده هيكون في مشكله واحده وهي ان الالف دول لسه ما عندهمش بيت ولازم يبنوا واحد. يعني تخيل بقى ان دي مشكله يا صديقي. لا والله، فبسبب اعمار الالف الطويله هم اتعلموا الهندسه والتصميم وحاجات تانية كتيره جدا. بيخلي هيراكو بقى يفحر لهم الاماكن ويجيب لهم الخشب وهم بيبنوا بيت لنفسهم بيفصلوه احسن تفصيله. اخيرا بقى وبعد مرور 10 ايام من الشغل البيت بيخلص وبيكون فخم على الاخر لدرجه ان هيراكو كان غيران وقاعد في جنب كده زعلان وتحسه بيعيط. بعدها بقى الواد بيدخل جوه البيت وايه الحلاوه ديت، البيت متقسم بالمسطره وكل ركن فيه محسوب ومضاء بواسطه السحر. هيراكو بقى كان واقف في الدور الثاني كده بيبص عليهم وفرحان طبعا من النعمه اللي هو فيها وبيقول يا رب النعمه ديت تدوم على طول علشان الواحد كان جايب اخره. البنات هما كان بدأوا يندمجوا في القريه وساعدوا في الزراعه والصناعه وطوروا القريه اخيرا، حتى انهم عملوا اطباق السلس يا صديقي. عقبال كده ما تتجوز ويجيبوا لك اطباق انت كمان. اخيرا بقى وبعد كام يوم الالف بيجمعوا القمح لاول مره. ايوه خلاص اخيرا هم يعملوا الخبز. هيراكو طبعا لما بيسمعهم بيتحمس على الاخر وبيفرح جدا لانه ما اكلش خبز من ساعه ما وصل للعالم هنا. المهم تاني يوم زابوتون بتصيد ملكه النحل وبتوديها لهيراكو علشان يعذبها. الواد بيهدي زابوتون كده وبيقول لها ما تسيبيها كده يا ست العناكب، ناخدها يعني ونخليها تجيب لنا شويه عسل بدل ما نموتها على الفاضي. زابوتون بتوافق فعلا على كلامه وهيراكو بيعمل لها مكان المنحل. الدنيا زي الفل. بعدها بقى الواد بيحفر حفره كده علشان يعمل خزان ميه دايم مستديم يعني في القريه، وعلشان العدد بتاعهم كبر والبير ما عادش هيقضي. وفعلا بمساعده الالف حواليه بيقرر انه يستخدم اداه الزراعه الاسطوريه ويضغط التراب على الشكل ده، وبعدها بيفحر ويحط الاشكال ديت جنب بعض لحد لما بتوصل عند النهر. ده ايه الدماغ ديت يا ابني؟ بعدها بقى بيظبطوا الدنيا والميه بتوصل على الخزان والدنيا تمام. اسماك كده متوحشه بتظهر يا كمان، ولكن على مين؟ ده انا هيراكو المتين بيخلص عليهم وبعدها بيشويهم. البنات بقى كانت واقفه كده مستغربه من اللي بيعمله ومش عاوزين ياكلوا منها، ولكن بعد ما بيدوقوا الاكل بيعجبهم وبيخلصوا كل اللي قدامهم. بعدها الواد هيراكو بقى بيقرر انه يزرع رز. تزرعه ازاي يا عم انت؟ ده عاوز موال. هزرعه برضه. بدا فيه فعلا. في الاول بيفحر المشتل اللي هيتعمل فيه، بعدها بيملاه ميه من الخزان الجديد اللي عمله. اخيرا بقى بياخد الشتلات بتاعه الرز ويوزعها على البنات. بيزرعوها في صفوف متساويه والكل طبعا كان واقف جنب بعضه وشغال والحلاوه ماليه المكان. اخيرا بقى وبعد مرور فتره الرز بيطلع وهيراكو بيجمعه، بيسيبه ينشف علشان الرطوبه تقل. بعدها بياخدوا يجمعه، بعدين ينحلوا ويطحنوا، واخيرا بقى الرز جهز. الواد بقى من الفرحه ما كانش مصدق انه شافه. البنات بقى كانوا زهقانين من الوقفه وهم بيتفرجوا عليه وبيقولوا له ها يا عم هناكل امتى؟ احنا متنا من الجوع. هيراكو بيهديهم كده وبيقول لهم استنوا ربعايه بس والاكل هيجهز. وفعلا بيطلع الفرن وبيحط الرز فيه، طبخه، عمل بقى كرات الرز وزعها عليهم. البنات كانت قلقانه كده ولكن كلتها في الاخر. وايه الحلاوه ديت يا عم؟ دي محشيه لحمه كمان والطعم اخر روقان. اخيرا بقى وبعد كل ده الدنيا بتستمر والحياه بتمشي في القريه. وبعد ما بيخلصوا زراعه في احدى المرات هيراكو بيشوف البنات وهم بينظفوا نفسهم بالسحر بعد التعب والشغل طول اليوم. بيتضايق بقى كده علشان ما بيعرفش يستخدموا زيهم وبيقرر انه يعمل حمام كبير. ايوه ما زي ما ليكوا عليكوا برضه. فعلا بدا يعمل التصميم بتاعه، هنا هيكون المسبح وهنا هيكون الحنفيات وهنا الصابون وهكذا. بدا التنفيذ فعلا والوضع كان تمام وماشي، ولكن كان فاضل التصريف. اكيد يعني مش هيخلي الميه اللي خارجه من الحمام ترجع على النهر، وعلشان كده بيقرروا يجيبوا مخلوقات السلايم علشان تنقي الميه. هي مخلوقات صغيره وبسيطه وبتنقي الميه من اي شوايب. خلصنا الحمام وظبطنا التصريف، يبقى الدنيا عظمه قوي. المهم بقى بعد كام يوم شويه بنات كمان من الالف بينضموا للقريه والعدد بيزيد اكتر. مش عارف بس هو الواد ده ايه حظه مع البنات يا صديقي، بس ما علينا يعني. المهم بيتعرفوا على بعض تاني وبيحكوا له قصتهم وبعدها بيدخلهم جوه القريه. في الاثناء ديت بقى كان اكبر واحد في الكلاب بيتفرج على هيراكو، عمال يشوف البنات بتكبر حواليه كل شويه وبيقول هو ازاي كده. بيحكي لنا بقى قصته وبيقول يعني هو ازاي قابل هيراكو ووصل لهنا. وعلشان ما نتوهش معاه تعال نسميه كيرو. المهم كيرو بقى ما كانش كلب عادي، لا ده كان نوع خطير جدا في الغابه بيسمى بذئاب الجحيم. ولما كان كيرو صغير بقى كان ماسك الغابه كنس ولف ومحدش فيها واقف قصاده. بس في يوم كيرو بيقابل واحده من نوعه بتاخده علقه وبتكسبه في القتال. بعدها الواد بيعجب بيها وبيتجوزه وزوجته بتحمل منه والدنيا
والدنيا رايقه، كان شايف بقى انه زي اي نوع هيعيش ويكمل حياته بصوره هاديه وعادي، ولكن ما كانش يعرف اللي مستنيه يا صديقي. ايوه، دب عملاق من الفئة المقاتله بيشوفهم وبيضربهم وبيبهدلهم على الاخر. كيرو بقى هرب منه بالعافيه واخد زوجته معاه ووصلوا على نص الغابه، ما لقوش اي وحوش خطيره هناك، بالعكس لقوا مجرد انسان غلبان واقف في نص الغابه كده، مش مستخبي ولا حاجه، هو بيتمشى عادي، اللي هو ازاي لسه عايش لحد دلوقتي. كيرو لما بيشوفه بيحس بطاقه بتخرج من الاداه بتاعته وبعدها بيستنتج كل حاجه. ايوه اكيد هو عايش بسبب الاداه دي. طبعا هيراكو بياكلهم وبيعالجهم، وبعدها الزوجه بتخلف، ومن وقتها وكيرو اخد هيراكو سيد ليه وقرر يسمع كلامه في كل حاجه. هو كان في الاول مفكره مش هيعمل اي حاجه ومجرد شخص عادي، ولكن دلوقتي بعد ما شاف قريته بتكبر كل يوم اكتر من الاول، بالاضافه يعني لكميه البنات دي، عرف ان سيده مش شخص عادي، لا ده شكله ما بيهزرش يا صديقي. المهم بعد فتره الالف بيعملوا لهيراكو بيت كبير علشان صعب عليهم من اخر مره. البيت بتاعه كان واسع جدا وشكله حلو وفي كل حاجه تتخيلها من جوه. طبعا الواد بيدخل وبيستكشفه واخيرا حس بالانتصار. المهم احتفالا بالبيت الجديد يعني الواد بيقرر يعمل لهم اكله جديده، اكله خطيره مشهوره جدا في اليابان اسمها الكاري. فعلا بيبدا يجمع المكونات واحد ورا التاني، اولها الكمون ثم الكزبره والبهارات وكل حاجه، بيصطاد له كمان كام ارنب سحري كده علشان اللحمه، وبياخد واحده من الالف تساعده، بيولع البوتاجاز وبيحط المكونات قدام البنت بالراحه علشان تحفظها يعني، بيقلب واحده واحده واخيرا بيغطي الحله علشان الاكل يستوي. جنب الكاري بيعمل شويه مخبوزات علشان يغمسوا بيها يا صديقي. الريحه بتاعت الاكل بقى كانت انتشرت في المكان والكل واقف ماسك بطنه بالعافيه جعان على الاخر. اخيرا هيراكو بيخلص الاكل وبيوزعه على البنات وبياكل منه اول حته، طعمه احسن ما هو متخيل حتى يا صديقي، واقسم لك بالله انا جعت وانا بتفرج. المهم بقى البنات اكلت وايه الحلاوه ديت، حرفيا خلصوا كل الاكل وهيراكو يا عيني ما اكلش غير لقمه واحده. ما تسيبوا له شويه بس يا اولاد الطفصه، ما علينا. المهم بقى بعد الاحتفال بالبيت والاكل وكل الحلاوه دي هيراكو بيلاحظ ان الشتاء داخل عليهم، لازم يجهز له ويظبط اموره علشان يعدي على خير. وفعلا بيبدا هيراكو يخزن الحطب في قبو البيت ويجهز مكان يحط فيه الخضار والفاكهه، كمان بياخد بطاطين تقيله من زابوتون والوضع اخر حلاوه. بعد فتره بقى بيحل الشتاء اخيرا، وبسبب كل التجهيزات اللي عملها كانت الامور حلوه ومش ناقصهم اي حاجه، ولكن زي ما انت عارف يا صديقي فالقعده في البيت من غير اي حاجه بتزهق وما تخليكاش يعني مستمتع، وعلشان كده هيراكو بيصنع لهم كام لعبه كده من العالم بتاعه علشان يتسلوا بيها ومحدش يزهق. عمل لهم دومنا ماشي، شطرنج ماشي، شويه العاب كتيره ماشي، وحاجات كده انا مش عارف اسمها يا صديقي. الكل بقى كان فرحان وبيلعب، ولكن المستمتع الغريب في الموضوع ده هو كيرو، واللي قدر يكسب ميرا وهيراكو في اي لعبه، وحرفيا هو رقم واحد في البيت. المهم بتعدي الايام السعيده ديت على الكل، واخيرا بيحل الربيع. هيراكو بقى كان طالع هو والبنات رايحين يشموا شويه هوا، وفجاه بيسمعوا جرس الانذار. ايوه وحش عملاق اشبه بالتنين بيهجم عليهم. البنات طبعا والكل بيترعب، وهيراكو مش عارف هيتصرف ازاي. التنين ده هو كمان بيضرب ضربه بناره بتكسر دفاعاتهم في ثانيه وبتحرق شويه من المحاصيل. هيراكو بقى في الوقت ده اترعب جدا وما كانش عارف يعمل ايه، بيقول في باله اتصرف ازاي، اخليهم يهربوا في الغابه ونخسر كل حاجه عملناها؟ لا انا مش هستسلم، انا مش هسيب حد يتاذى. ومره واحده الاداه اللي في ايده بتتحول لرمح. هيراكو مش فاهم اي حاجه، بيحدفها كده على التنين بكل قوته، والتنين كان حاطط حواجز علشان تحميه. بس انت بقى متخيل ان في حاجه هتحميك من الاسطوره هيراكو يا صديقي؟ لا والله، الدفاعات بتتكسر والتنين ذات نفسه بيتكسر. طب خد الضربه ديت كمان علشان تموت. الكل بقى كان بيتفرج ومذهول من القوه ديت. التنين اخيرا اتهزم. ميرا وتيا ما كانوش مصدقين عينيهم، ده القدره الساحقه ديت. بيروحوا بعدها بقى على مكان التنين، وهيراكو كان متعصب على الاخر، بيسالهم اذا كان في خساير في البيوت ولا لا، ولكن الحمد لله اتلحقت بدري يعني، ما فيش اي خساير يعتبر. هيراكو قال لهم تمام. هو الهجوم ده ممكن حد يكون بعته علينا؟ البنات قالوا له لا مستحيل، وده لان التنانين مخلوقات صعبه جدا على اي حد يقدر يتحكم فيها. الواد بيقول لهم اذا كان كده يبقى الوضع تمام، يلا بينا بقى ناكل التنين ده. وفعلا بيروحوا جوه البيت بتاعهم يطبخوه ويسلخوه والدنيا رايقه. طعمه كان جامد على الاخر لدرجه ان العيال بقوا عاوزين تنانين تانية تهاجمهم علشان الاكل العظمه ده. المهم ما علينا، احنا خلينا في المفيد. والمفيد بقى يا صديقي ان في بعض ممالك الشياطين عرفت باللي حصل، وان في قريه في غابه الموت قدرت انها تهزم تنين بضربتين. اللي هو ده احنا بنطلع الجيش بتاعنا كله علشان يواجهوا التنين الواحد. ازاي هم عملوا كده؟ راندن بقى لما بيسمع الكلام بيقول لهم انا مستقيل، خلاص مش مكمل. خد ياد رايح فين؟ لا خلاص انا استقلت. في نفس الاثناء ديت بقى كان رئيس عشيره التنانين عرف باللي حصل، وانه ظهر منافس شرس جدا ليهم في الشمال، وشكل الكل بدا يعمل حساب لهيراكو يا صديقي. المهم بقى تاني يوم الواد هيراكو شاف العنب بعد ما طلع وكبر، وقرر انه يجمعه علشان يعمل بيه عصير ويخلي البنات يعني يساعدوه. الدنيا عظمه قوي. المهم بيخلصوا صناعه العنب وسط بهجه وفرحه مش طبيعيه. حتى اسمع الاغنيه ديت كده يا صديقي.
حاجه كده عظمه. بالفعل بيخلصوا اللي بيعملوه وبعدها بيناموا، وتاني يوم بقى اخت ميرا بتزورها وبتيجي علشان تطمن عليها وتعرف هي عايشه فين. بتنبهر طبعا من كل حاجه في القريه واكلها وكل الحاجات دي. وبعدها بقى البنت بتطلع تاني يوم وبتجيب خدامها وخدام اختها معاهم، اللي هو احنا خلاص قررنا نعيش معاكم. جابت لهم كمان بقرتين وبتقول لهم علشان اللبن وكده. ايوه ما انا مش هسيبكم تاكلوا كل الاكل الحلو من غيري. تيا بقى كانت واقفه وقاعده بتقول هو الكل جاب اتباعه كده وما عادش غيري؟ صح يا عم هيراكو، ثواني بس سيبني كده وراجعه لك. رايحه فين يا ستي؟ ثواني بس وراجعه لك. بتروح هي كمان بقى وبتجيب كل اتباعها، واللي هم يعني شويه من الحراس يحموا الغابه، كمان شويه بقى من رجال السحالي اللي هيشتغلوا في العماله، بينضم لهم شويه كمان من الالف، والمكان كده كبر على الاخر ولازم له اسم يحتويه. وعلشان كده هيراكو بقى بيجمعهم كلهم بالليل وبيقول لهم عاوزين نختار اسم لقريتنا، هي دلوقتي كبرت ولازم نختار لها واحد. الكل طبعا بيختار شويه اسماء كده زي الهباب، ومحدش بيعجبه الفكره لحد لما زابوتون بتقول لهيراكو افتح كده الشباك ده. الواد لما بيسمع كلامها بيفتحه فعلا وبيشوفها قدامه. ايوه خلاص عرفت هسميها ايه، قريه الشجره العظيمه، لانها طبعا هي اساس كل حاجه واللي كانت موجوده قبلنا كلنا. الكل طبعا بيوافق على الاسم ده وبيفرحوا، وبعدها بيعملوا احتفال بمناسبه افتتاح وتسميه قريتهم. الكل بيشرب العصير بقى وهو فرحان ومزقطط والدنيا اخر حلاوه معاهم. بعدها بقى تاني يوم زابوتون بيرن الانذار كده والحراس بتجيب شخص بيحاول يزور قريه الشجره، واللي بالمناسبه طلع مبعوث لمملكه الشياطين. بيقف بقى علشان يتكلم مع هيراكو، وده علشان الارض ديت بتاعتهم والضرايب يعني عليها وكده. كان جايب في ايده هديه للترحيب بيهم، وتحس واقف مش على بعضه كده ومرعوب، وشكله جاي هنا بالاكراه اصلا. هيراكو بقى كان عارف الموضوع ده، وعلشان كده عرض على المبعوث ان الضرايب بتاعتك هتكون 10% بس من المحصول وهتاخدها كل سنه بس. كان هيراكو بقى مفكر في نفسه ان هو ادى للمبعوث قليل والمبعوث يعني هيرفض، ولكن الراجل بيوافق في ثواني وبيقول له انا معاك احلى 10%. الواد طبعا كان اتصدم من رد فعل الراجل ده، ولكن قال له تمام يا عم وقعوا العقد. وبعدين مشى. وانا بقى بصراحه كنت زيك يا صديقي زعلان يعني علشان هنديهم 10% من محصولنا من غير اي فايده كده. بس ميرا وتيا بقى بتفهم هيراكو وبتقول له ان ال 10% اللي انت هتدفعها دي هتخلي مملكه الشياطين تعترف بيك كدوله اساسيه. مش بس كده لا، دي كمان كده لازم توفر لك حمايتها، ولو اي حد حاول يهجم عليك هتكون من حلفائك وهتقف ضده. وده يعني مقارنه ب 10% حاجه قليله جدا. ازيدك مش شعر بيت، هم كده كده اصلا مش هيجوا غير كل سنه مره، يعني لو حبيت تقلل او تزود او تعمل حاجه كده ولا كده محدش هيدور وراك. يعني صفقه ناجحه من كل الاتجاهات. خلينا بقى نفرح لنا شويه علشان الموضوع ده عدى على خير. على الصعيد الاخر بقى كان مبعوث مملكه الشياطين قعد مع المستشارين بتوعه بيحكي لهم عن اللي شافه هناك، وقال لهم انا كنت في موقف مرعب جدا. القريه ديت مش شبه الاشاعات بس لا، دي اخطر منها بمراحل. انا قابلت هناك اميره مصاصين الدماء ميرا، بطله عشيره السماء تيا. مش بس كده لا، جنود من كل حدب وندب ووحوش وذئابه واللي عينك مش هتقدر تعيش معاه. كنت تحت صفقه رعب، عرضوا عليا 10% بس وما قدرتش غير اني اوافق على طول. عطولي هم كمان هديه وجبتها معايا. احنا لازم نعرف ملك الشياطين. في الجانب التاني بقى من الكرسي ده كان راندان مرعوب جدا من الكلام اللي سمعه. قال لهم انا مش هستحمل كده، انا هستقيل. وعلم على الكلمه ديت علشان كل شويه الراجل ده يستقيل يا صديقي. ما علينا يعني. المهم بقى تاني يوم كانت قريه الشجره العظيمه استقبلت ضيفها التاني واللي هو ملك التنانين بنفسه، جاي علشان يرحب بيهم وجايب معاه سيف هديه برضه كبدايه تعارف يعني علشان هم جيران وكده. هيراكو بقى بيعاملوا كويس وبيدخلوا جوه وبيشربوا العصير بتاعهم. الراجل يعني فرح جدا بجوده العصير ده وحبه على الاخر، اتقلب 180 درجه وبقى مش عاوز يطلع من القريه يا صديقي. هيراكو بقى هو كمان عطاله كيس هدايا وهو ماشي، وبعدها ساب القريه ومشى. وبالمناسبه التنين ده اسمه درايم. بس هيراكو بقى بعد كل الكلام ده كان زعلان من حاجه واحده. ايوه القريه بتاعتنا مش منظمه في استقبال الضيوف، وعاوزين يعني نعمل بيت ضيافه. وفعلا بيعرف بنات الالف والمتطلبات، والكل بيبدا الشغل. بيقسم برضو كل اهالي القريه بحسب الطريقه اللي هيتعاملوا بيها مع الضيف، وبيدي لزابوتون جرس، وده علشان لو شاف ضيف جاي يرن الجرس، اما لو عدو فيضرب الانذار. بالفعل ثاني يوم بقى بيوصل اول الضيوف للقريه، شويه من التجار انصاف الحيوانات جايين علشان يتاجروا ما بين قريتهم يعني وقريه الشجره العظيمه واللي سمعوا عنها من مملكه الشياطين. ميرا طبعا بترحب بيهم، ولكن كانت متضايقه جدا علشان مخبين شويه من اتباعهم في الغابه، والناس طبعا بيحسوا بالاحراج اول لما ميرا بتقفشهم. بعدها بقى بيدخلوا وبيقعدوهم في مكان الضيافه، بيستقبلهم الخادمات وبيروقوا عليهم على الاخر. بس طبعا ترحيبهم بيكون اقل من ملك التنانين واي حد تاني علشان جم للقريه من غير هدايا. بس بالرغم من ان الترحيب ما كانش الدرجه الاولى، الكل كان فرحان ووافقوا كمان على توقيع عقد اتجار ما بين القريتين. الدنيا حلوه على الاخر. ولو بتسال بقى على اللي عندهم يا صديقي فهو الالومنيوم والتيفال، حاجات العروسه من الاخر يعني. بالفعل بقى بيتم التجاره ما بين القريتين، وبيبعتوا كمان 20 بنت من انصاف الحيوانات تساعد في ازدهار القريه دي. بعتوا كمان 3 اطفال صغيرين كده، وهيراكو بص لهم كده وقال في سره اكبروا بسرعه بقى، القريه متوقفه عليكم. واكيد يعني انت عارف الخلبوز ده بيفكر في ايه يا صديقي. تاني يوم بقى في القريه كان يوم طبيعي جدا وهادي، الكل عايش ومتعايش
لحد لما واحده من الحرس بتجري على هيراكو وهي مرعوبه جدا، بتقول له في وحشين خطيرين جدا جوه الغابه عمالين يتقاتلوا، والمعركه بتاعتهم لو استمرت فهتوصل للقريه بتاعتنا. هيراكو بسخريه كده قال لها وحشين، طب خديني كده على مكانهم. البنت اخدته فعلا على هناك على اساس تخليه يشوفهم، بس هيراكو بيحاول اداه الزراعه بتاعته لسلاح وبيقول لها انطلق عليهم، وبوم طق عن طريق ضربتين بس جابهم الارض. اخدهم بعدها بقى علشان يطبخهم، ورجعوا فعلا جوه القريه، عمل لهم الاكل منهم وكان جامد والكل حبه بسبب هيراكو بقى ولمساته. بس الواد كان وحش ومايونيز قوي، عاوز يغمسه كده يا صديقي، مش عاوزها ناشفه يعني، وعلشان كده قرر يعمله. راح لاخت ميرا الصغيره وقال لها على المكونات المطلوبه. البنت بتطلع له كل حاجه هو عاوزها وبتقول له على الباقي يجيبه منين. وفعلا بعد مرور شويه وقت هيراكو فعلا بيقدر يحضر المايونيز، بياكله مع اللحمه، وده ايش الحلاوه ديت. بعدها بقى اثناء ما كان هيراكو قاعد شويه كده من الاقزام المعديين سمعوا ان القريه ديت فيها عصير ما يتوصفش، واللي هو عصير العنب يعني. علشان كده بقى راحوا لهيراكو علشان يسالوه عن العصير ده. هيراكو طبعا كان عاوز يدي للناس شويه من العصير كترحيب، ولكن البنات مرضوش. ايوه هو كل من هب ودب كده نديله من حاجتنا ولا ايه؟ الاقزام طبعا ما بيرضوش وبيقولوا له احنا اصلا مش هناخد حاجه ببلاش، هنعرض عليكم خدمتنا واللي هتخليكم تشربوا عصير احسن 100 مره من اي حاجه. وفعلا هيراكو والبنات بيتحمسوا من الفكره دي، ولما بيدوقوا جوده انتاجهم بيفرحوا جدا وبيقرروا انهم ينضموا للقريه. احتفلوا طبعا بيهم وبعدها خلص اليوم بسعاده. ولكن كان ملك التنانين كل شويه يزور القريه ويشرب من مشروباتهم يعني، والخادم بتاعه بيرجعه وشكله عرة الصراحه. وتاني يوم بقى هيراكو بيحس بخطر داخل عليهم وبيقلق. ايوه تنين ضخم جدا داخل على هيراكو وقريته وشكله مش ناوي على خير. الواد لسه هيطلع سلاحه ويقتله، درايم بيوقفه بيقول له اهدى ما تضربوش. هيراكو فعلا وقف ولسه ما هداش، بيظهر تنين ابيض تاني من وراهم داخل بعصبيه اكتر وبرضه شكله مش ناوي على خير. هيراكو على طول بقى بيطلع سلاحه وبوم بيحدفوا عليه. التنين بيفادي الهجوم بالعافيه، ولسه هيراكو هيحدفه تاني بيلاقي الخدام بتاع درايم بيوقفه بيقول له اهدى بالله عليك ده سوء تفاهم بس. وفعلا بيطلع كل الموضوع ده لخبطه، فدول اصلا عيله درايم مراته وبنته. ولما كان الاب بيهرب بالليل علشان يشرب الام كانت بتفكره بيخونها، وعلشان كده كانوا جايين ينتقموا من الواحده اللي اخذت جوزها منها. بس لما بتعرف الحقيقه واللي درايم كان بيعمله بيعتذروا من هيراكو على كل الضوضاء اللي سببوها. الدنيا تمام التمام. اخيرا بقى هيراكو بيسيبهم وبيمشي، والام بتحكي اللي حصل من نظرها، فلولا ان زابوتون مسكها وشدها قبل ما الرمح يوصل لها كان زمانها دلوقتي ماتت. ولازم علشان يتجنبوا القوه ديت يصاحبوا القريه ديت باي طريقه. ايوه الام بتفكر تخلي بنتها تنضم للقريه دي وتتقرب منهم يعني، وتتقرب من هيراكو. وانت عارف يعني الحاجات ده يا صديقي. انا مش عارف بقى الواد ده حظه ايه مع البنات والله. المهم فعلا هيراكو بيوافق يضمها للقريه والدنيا حلوه، بس البنت ديت مش نافعه، قوتها زايده قوي على الفاكهه، ما ينفعش تبقى فلاحه، دي لازم لها حاجه بالبق كده يا صديقي، لا اما هتحرق الدنيا باللي فيها. وعلشان كده هيراكو بيقرر يعينها مستقبله للضيوف، وده لان عندها حكمه عاليه جدا وبتعرف تتكلم بطلاقه، كمان هتعرف تسوق العمل وهيبقى ليها واقع الشده. بالفعل اول زبون ليها كان مبعوث مملكه الشياطين، واللي كان جاي يقول لهم على شويه تفاح تانيين علشان عجبهم يعني، والمملكه كلها حبته. لاسي بتقول له خلصان والله نجيب لك حاجه تانية. المبعوث اصلا لما شافها اترعب ووشه قلب ازرق وقال لها موافق، انت لو مش عاوزه تديني حاجه برضه انا موافق، حتى لو عاوزه تديني بالجزمه انا برضه هكون موافق، انا بس عاوز اروح. فعلا بياخد كل حاجه لاسي قالت له عليها وبعدين بيمشي. بيرجع على المستشارين بتوعه تاني وبيعرفهم باللي حصل، بيقول لهم مش هتصدقوا اللي شفته، انا شفت هناك تنينه مش عارف هي انضمت لهم ازاي ولا امتى، بس انا متاكد دلوقتي من حاجه، حتى لو جمعنا كل قوات المملكه عمرنا ما هنقدر عليهم. راندن بقى لما بيسمع الكلام ده بيترعب جدا وبيقول لهم طفح الكيل، انا جبت اخري، انا مستقيل، خد يا تعالى دي ثالث مره تستقيل، ما علينا. المهم تاني يوم بقى المبعوث ده بيقابل بنت كده بيحكي لها على كل اللي شافه، بيطلب منها تعيش في قريه الشجره، وده علشان تدرس طبيعه قوتهم واصلها يعني وكل الحاجات دي. البنت طبعا بتوافق وبتروح على قريه الشجره علشان تشوف دنيتهم ايه. بتقابلها لاستي بره، والبنت اول لما بتشوفها بتترعب، دي البدايه بس يا حبيبتي. بتدخل فعلا القريه وواحده من الحراس بتيجي على لاستي وبتاخدها علشان موضوع يعني بره القريه وكده. وبكده البنت بقت لوحدها، بتبدا انها بقى تاخد لفه في القريه وتسجل كل حاجه بتشوفها. بتطلع بقى في الغابه وكانت قاعده تفكر وتقول كده ما عادش غير العمده واللي شكله يعني من كلامهم قوي، بس انا مش شايفاه لحد دلوقتي. وقتها بقى هيراكو بيعدي عليها كده وبيكلمها، ولكن البنت بتفكره فلاح عادي وما بترضاش ترد عليه ولا بتعبره. بتحكي لاستي بقى عليه وانها مستغربه اصلا ازاي في بشري ضعيف كده هنا. لاستي بتقول لها ضعيف ده اللي كان هيموتني انا وامي اول يوم شفته، ده هو عمده القريه، خدي بالك بقى وانت بتتعاملي معاه بعدين. البنت وقتها بتعرف قد ايه هي غلطت وبتترعب جدا وبتقرر تحترم نفسها. بتنضم هي كمان للقريه، وكل لما كانت بتقابل هيراكو ركبها بتخبط كده وبتكون هتعيط صديقي، وشكلها كان عره الصراحه. المهم تاني يوم هيراكو بيلاقي واحد من وحوش الصلايم شرب كل العصير اللي في القريه وما سابش منه سنتوفه. البنات والكل بقى متعصبين وبيقولوا له لازم يتعاقب، لازم يتربى. يتعاقب ايه ويتربى ايه يا بنات؟ ده هنعمل فيه ايه يعني؟ هنغليه ولا ايه؟ مش فاهم. البنات بيقولوا له مالناش دعوه،
لازم يتعاقب. هيراكو بيقول لهم تمام وبيعاقبه فعلا، ولو عاوز تسالني بقى وعاقبه ازاي يا صديقي فصدقني لو اعرف اقول لك. المهم بقى واثناء ما هيراكو كان بياكل بيقول ياه ده انا وحشني قوي المأكولات البحريه، فين ايامك يا جمبري كنت بتخلي الضابط عسكري. البنات لما بيسمعوا الاسم بيتصدموا، انت لسه بتعرف تطبخ اكل كمان؟ قول بس على المكونات واحنا نجيبها. يا ست تجيبوا ايه؟ ده احنا عاوزين اسماك وشواطئ وناس تصطاد، هنجيب الحاجات ديت منين؟ لاستي بتقول له يا عم هنتصرف، في دوله جنبنا على الحدود جنبها بحر وشغاله اصلا على الاسماك وعايشه على خيرها، عاوزاك بس تقول لي على المكونات وانا هجيبها لك بالظبط. هيراكو بيقول لها تمام، والبنت بتتحمس على الاخر وبتاخد معاها ساره وواحد من السحالي وبيروحوا. وانا عارف انك عاوز تقول لي يا صديقي هي اكيد يعني مش اسمها ساره وانا بضحك عليك، فبص بقى انا كميه الاسماء في الانمي ده تعبتني، فما تسالنيش عن حاجه بعد كده انا هسميهم بمزاجي. المهم بعد 3 ايام لاستي وساره بيرجعوا على القريه، الدنيا تمام التمام، جابوا كل الاسماك اللي هيراكو طلبها، ومش بس كده لا ده كمان جابوا له رئيس تجار المدينه اللي هم كانوا راحوا عليها. الراجل طبعا كان واقف كده وبيتكلم بكل ثقه وبيتفق مع هيراكو على كل حاجه، وانه هيكون التاجر الرسمي بتاع القريه علشان يعني لو عوزتم اي حاجه في اي وقت. هيراكو طبعا بيوافق على اقتراحه وبيديله شويه بضاعه كده من عندهم. بعدها لاستي بقى بتروح علشان توصله تاني، وهو كان معاها وفرحان جدا، مش علشان عمل صفقه ناجحه لا ده كان فرحان علشان رجع عايش من عندهم يا صديقي. فاللي حصل معاه ان هو كان قاعد الصبح معزز مكرم في امان الله في مكتبه، فجاه بيجي له واحد من الحراس وبيقول له في ناس بره عاوزينك. التاجر بيقول له يا عم عاوزين مين؟ انت مفكر اني بقابل اي حد كده ولا ايه؟ مشيهم يلا وادينهم قرشين. لسه الراجل كان رايح يمشيهم، التاجر بيحس برعشه في جسمه كده بيوقفه، بيقول له بس اهدى بس انا هقابلهم. بيطلع علشان يقابلهم وفعلا بيتصدم، ايوه دي ساره بنت وزير مملكه الشياطين، ودي لاستي تنينه الجحيم، الحمد لله اني ما مشيتهمش. بيسالهم بعدها بقى هم جايين ليه وانا عملت ايه؟ ساره بتقول له ولا حاجه يا عم هدي نفسك، احنا بس عاوزينك تشوف البضاعه اللي معانا ديت وتجيب لنا بدلها حاجه من عندكم. التاجر بقى مشى قدامهم بيتشاهد 1000 مره قبل ما يشوف اللي هيفتحه، يا ترى هاخد حاجات مضروبه وهدفع حياتي تزيد ليها ولا هاخد ايه بالظبط؟ بيكشف الغطا وهوب بيتصدم، ده ايه الحلاوه ديت؟ الفواكه النادره اللي الكل بيتكلم عليها، ده انا اجيب لكم كل اللي انتم عاوزينه بقى. روح يا فجله هات لهم كل السمك اللي في البحر، قول لعمك بوشكا هو كمان يجيب لهم انضف حتتين بلطي وروق عليهم. وبالنسبه بقى يا بنات فاي حاجه عاوزين تبيعوها تاني فانا تحت امركم. ساره بتقول له عظمه قوي، احنا هناخد منك بقى السمك ده ونروح لقريه الشجره العظيمه بتاعتنا، ايه رايك تيجي معانا؟ شجره عظيمه؟ هي دي القريه اللي في غابه الموت؟ ايوه. هي دي القريه اللي قتلت التنين؟ ايوه. اشهد ان لا اله الا الله. طبعا بعدها التاجر بيروح وبيخلص مع هيراكو كل حاجه، وبيبان يعني قدامهم نينجا زي ما انت شفته كده في الاول يا صديقي، ولكنه طبعا وبعد انتهاء كل ده كانت بطنه بتوجعه. بيقول بقى في قرارة نفسه ما تزعليش يا انشراح، لا على اللي عدى ولا على اللي راح. المهم بقى في القريه تاني يوم هيراكو كان طالع كده ولقى التنين واقف قدام القريه وشكله كده مستنيه يضربه. ايه يا عم التنين انت كمان على الصبح عاوز ايه؟ التنين مش راضي يتكلم، عمال ينرفز في هيراكو. الواد بقى بيتعصب منه وبوم بيديله واحده بيجيبه الارض. بيروح بقى علشان يشوف مين ده وهوب بيتفاجئ، ايوه دي عمه لاستي اخت درايم، واللي كانت جايه علشان تختبر قوه الراجل اللي هيتجوز لاستي ومقعده عنده في البيت. يعني اتجوز لاستي؟ درايم بيقول له يا عم بتهزر. العمه بتقول له لا انا ما بهزرش، انت معرفني كل حاجه وقلت لي كمان انك عاوز تجوزها العمده، مش انت العمده برضه؟ ايوه. درايم بيقول له يا عم ده انا كنت سكران بس وقلت كده عديها يعني بالله عليك. هيراكو بيقول له يا عم تمام، وبعدين بيدخلوا بيرحبوا بقى بعمتها واللي بتشرب هي كمان زي اخوها. الدنيا حلوه. لاستي بقى بتيجي تعتذر من هيراكو بسبب عيلتها الضربه دي. الواد بيقول لها عادي ولا يهمك، ما تزعلش انت بس يا عم القمر. في نفس الاثناء دي بقى في مملكه الشياطين كان ملك الشياطين بذات نفسه عرف ان التنانين كلها متجمعه في قريه الشجره، قلق جدا طبعا من الوضع ده وزعل هو والوزراء الثلاثه. ايه ده هم 2 بس؟ عارف ليه يا صديقي؟ اكيد علشان راندل كتب استقالته يعني. المهم بعد فتره بقى عمه لاستي بتشتغل في التدريس، بتعلم كل طلاب القريه القراءه والكتابه، وبكده تم اضافه معلم للقريه كمان. الدنيا اخر حلاوه. بعدها بقى في مملكه الشياطين بنت ملك الشياطين بتفكر ان ساره مخطوفه في قريه الشجره، وعلشان كده بتقرر تنقذها. بتاخد ال3 مساعدين بتوعها وال300 فارس وبتقرر تروح بكره وتهجم على القريه. ابوها طبعا كان متساهل معاها وسايب لها الامور سداح مداح، وعلشان كده ما دورش وراها. بس الوزير بقى ما سكتش وراح لساره وعرفها بكل حاجه، قال لها الاميره فلورا قررت انها تهجم على القريه هنا بكره علشان مفكرك مخطوفه وجايه علشان تلحقك. ساره اتصدمت بتقول له ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ هي البنت ديت متخلفه ولا ايه؟ ده لو قربت من القريه هنا هتاكل على دماغها. ابوها بيقول لها والله ما عرفناش نوقفها بقى، اتصرفي معاها انت. ساره بتقول له تمام يا عم ما تقلقش، سيب الموضوع ده عليا. تاني يوم بقى الفرسان اللي كانوا مع فلورا دخلوا الغابه، لسه يحطوا رجلهم في المكان بوم بيتصدموا. ايوه مجموعه من الوحوش ثبتوهم في مكانهم وما خلوهمش يتحركوا. الفرسان طبعا بتستسلم وفلورا والبنات بيروحوا على القريه. هيراكو بقى ما كانش فاهم هم مين وليه اصلا هم جايين هنا، بس ساره قالت له ما تقلقش يا عم انا هتصرف معاهم، دول بس ناس تبعي. فالواد قال لها تمام وسابهم ومشى. ساره بقى بتاخد البنات على جنب كده وبتعرفهم الدنيا هنا، بتفهمهم انها ما كانتش مخطوفه ولكن هي هنا اصلا
مزاجها. بتقول لهم نتيجه لهجومكم على القريه هتفضلوا تشتغلوا فيها لحد لما اقول كفايه. البنات قالوا لها تمام، هنعمل كل اللي انت عاوزاه. قسمت شغل المكتب عليهم فعلا، والدنيا كانت رايقه. فلورا بقى كانت مستغربه جدا من ساره، وقعدت تتكلم معاها. بتقول لها انها كانت قلقانه عليها جدا، وعلشان كده جت تزورها هنا. بتعرفها كمان ان العيشه هنا جميله، وهي ندمانه علشان فكرت تهجم على المكان ده. ساره بتقول لها عندك حق، المكان ده اي حد هيفكر يهجم عليه لازم يكون بينتحر. المهم ما علينا، يعني تعالي نكمل لف في باقي القريه. بيلفوا فعلا في كل القريه والدنيا رايقه. واخيرا بقى بعد 3 ايام فلورا بتقرر ترجع البيت بتاعها. بتودع ساره وبتقول لها باجي ازوركم من وقت للتاني. البنات اللي معاها بقى كانوا حبوا القريه هنا على الاخر، وقرروا انهم يفضلوا فيها للابد. بعدها بقى بيخلص اليوم، بس ملك الشياطين بقى بيعرف ان فلورا كانت بايته في بيت عمده قريه الشجره، وبيتعصب على الاخر وشكله اب اهبل يا صديقي. المهم في الاثناء ديت كانت ميرا باين عليها التعب جدا، كانت قاعده في الاوضه والكل حواليها ومستغربين مالها، وده لانها يعني في العاده ما بتتعبش. في الوقت ده البنت ديت بتسالها وبتقول لها انت حاسه انك منجذبه ناحيه الحمضيات وكده؟ ميرا قالت لها ايوه. قالت لها حاسه انك لو شميتي اي حاجه بتبقى عاوزه ترجعي؟ ميرا قالت لها ايوه. حاسه انك عاوزه تاكلي اكل كتير جدا وما بتشبعيش؟ قالت لها ايوه. البنت قالت لها خلاص الف مبروك، انت كده حامل. الكل طبعا بيتصدم، اللي هو ده ايه العظمه ديت يا عم اللعيب انت. بعدها بقى بتمر فتره والحصاد بتاعهم بيطلع وبيكون كتير جدا، اللي هو احنا جمعنا كل ده امتى اصلا؟ طبعا بيخزن جزء كبير منه وبيتفضل شويه محصول زايد، هيدي جزء منه للدرايم والتنانين، والجزء التاني عمة لاستي هتاخده على ابوها وامها، اللي هو التنانين اخدوا كل حاجه يعني. ما علينا، المهم بيروحوا فعلا يسلموا المحاصيل، وبعد فتره بيرجعوا على القريه. عمة لاستي بقى كانت قابلت شويه الف جبلي كده في الطريق وجابتهم على هنا، وكالعاده ما كانش فيهم ولا راجل وكلهم بنات يعني. طبعا البطل هيراقب بقلب طيب بيرحب بيهم، وبعدين بيدخلوا جوه القريه. الدنيا حلوه خالص، بيتعلموا بقى صناعه الفخار والقلل وحاجه كده رايقه، وبكده وظيفه الحرفيين زادت لها شويه حلوين. اخيرا بقى في نهايه الايام ديت ميرا بتكون بطنها كبرت شويه وبقى باين عليها الارهاق والتعب. المعلم بتاعنا بقى قلب الاب الحنون، وكل شويه يسالها مالك عامله ايه، اجيب لك حاجه ولا ايه؟ وشكله يبقى اب زي العسل يا صديقي. المهم بقى علشان الكل يحس بالم ومعاناه ميرا بيقرروا انهم مش هيشربوا العصير طول ما هي حامل، وده طبعا لانها اصلا ما بتشربوش، بس الكل طبعا بقى متعود عليه ومش عارفين ياكلوا من غيره، وعلشان كده بيروحوا لهراكو علشان يبيعوا يعني. الواد بيقول لهم انا عندي فكره احسن، وهي اننا كل لما بنسيب العصير ده يتخمر اكتر طعمه بيتغير وبيحلو ومش هتقدروا تقاوموه. الكل طبعا بيعجب بالفكره ديت وبيرحب بيها، وبعدها هيراكو بيسيبهم وبيمشي. ولكن بعد كام يوم بيلاقي ال3 اقزام دول قاعدين في جنب كده زعلانين علشان ما عادش حد بيشرب من العصير بتاعهم. بيسالوا هيراكو عن الغلط اللي هم عملوه وخلى كل اهل القريه ما يشربوش عصيرهم. هيراكو بقى بيفهمهم كل حاجه وبيعرفهم انهم مش السبب اساسا، ده العكس اللي صح. الاقزام لما بتعرف بتضحك على الاخر وبتنبسط وبيرجعوا يشتغلوا زي الاول واكتر. بتمر الايام بسرعه بقى على هيراكو في المزرعه، واخيرا موعد ولاده ميرا قرب. البنت كانت قاعده في اوضتها من الوجع مش قادره تتحرك، وهيراكو بيروح جنبها علشان يطمنها ويروق عليها. كل اهل القريه هم كمان بيدخلوا عليها بهدايا، والبنت كانت مبسوطه على الاخر وفي قمه السعاده منهم. اخيرا بقى في نهايه اليوم ده كانت الهدايا ماليه الاوضه بتاعتها. ايوه ميرا في قمه سعادتها، بس بتحس بوجع كبير في بطنها وبتعرف ان الوقت جه، النهارده خلاص ميعاد الولاده. هيراكو على طول بيطلع يبلغ الكل وبيدخلوا عليها علشان يساعدوها. الواد من كميه الارتباك اللي حصلت له ما عادش عارف يعمل ايه او يتصرف ازاي. بيطلع بره الشجره دي زي ما جه هنا اول يوم، بيبص كده في السماء وبيدعي لربنا ان مراته تقوم بالسلامه. ايوه هو ده الحب الحقيقي يا صديقي، زي ما هي تتألم انت كمان تتألم. انتم بعد الجواز ما بتكونوش اتنين، لا انتم بتكونوا روحين في جسم واحد، وهيراكو دليل على كده. المهم بيعدي اليوم عليه بالعافيه، والصبح بيروح علشان يشوف اللي حصل. الكل بيقابله بابتسامه على وشه، واللي هو الف مبروك يا عم، ربنا رزقك بولد زي القمر طالع لامه وعسليه على الاخر. هيراكو بقى كان فرحان ومش عارف يعبر عن مشاعره، وبيشيل ابنه الصغير كده على ايده. ده ايه الحلاوه ديت، لحظه من اسعد لحظات حياته. بيقول في باله اخيرا بقيت اب. بيفتكر كل اللحظات اللي عدى بيها من اول ما وصل هنا، وبيقول ياه ده احنا عدينا من محن يا اخي. بيطلع بره القريه بقى يحتفل مع الناس بولاده ابنه وبيسميه الفريدو. الكل طبعا كان فرحان ومزقطط وحاجه اخر حلاوه. بعدها بقى هيراكو بيستمر في حياته السعيده ديت مع عيلته الجميله، والدنيا بتفضل رايقه على الاخر. اخيرا بقى لحد هنا بيخلص الانمي بتاعنا. انمي مالوش في الاكشن ولا الضرب ولا الحروب ولا اي حاجه كده هاديه وهتروق المود بتاعك. هي بصراحه عجبتني وحبيت اغير بيها في القناه، فلو عجبتك انت كمان قول لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم. ويلا سلام سلام سلام.